اليوم رح نعمل أكيت وأذكى إشي ممكن تجربوه. عيون الغزال رح نعملهم بعجينة ذهبية بدون تخمير وبدون ما ترتاح العجينة أبدا، مباشرة بتعجنيها وبتشتغلي فيها. بس خلوني أذكركم بأهم إشي، ما تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى توصلكم كل وصفاتي الجديدة. راح نحط في البداية المكونات الجافة مع بعض: 4 أكواب من الطحين، معلقة من الخميرة، ومعلقة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح. بنحط عليهم 3 معالق كبار من الحليب البودرة، وعلبة صغيرة من اللبن، ومع نص كاسة من الزيت النباتي، وكاسة واحدة من المي الفاترة. تقليبة سريعة مع بعض. ضفت المي على مرحلتين، ممكن تحتاج منكم معلقة واحدة من الطحين، ممكن ما تحتاج أبدا. اعجنيها زي أي عجينة بتعمليها بالعادة لحتى تصير معاكي عجينة طرية ما بتلزق بالإيد، ممكن تكون تلزق إشي بسيط عادي. اللبن بيعطي طراوة ونعومة للعجينة غير شكل. راح أخليها ترتاح مدة 10 دقايق، ممكن كمان ما تخلوها ترتاح أبدا، مباشرة تفردوها وتقطعوها. فردتها بهالشكل تقريبا ارتفاع 1 سنتي، بقطعها بأي إشي متوفر عندي، المهم تكون معاي قطع يعني حجمها تقريبا بهذا الحجم. أما طريقة التشكيل كثير سهلة، بالبداية بعملها لكرات، وبعد هيك بعمل أطرافها بهاي الطريقة تكون مبوزة. هيك عندي كل الكمية صارت جاهزة. بدخلها على فرن محمى مسبق درجة حرارة 180 لحتى تنفخ معي وتستوي تماما وتتحمر من تحت. بطلعها على التحمير من فوق. أما بالنسبة للحشوة فأنا راح أعمل حشوة الدجاج. ممكن ما تلتزموا بنفس الحشوة اللي عملتها، ممكن تعملوا أي حشوة بتناسبكم. نص كاسة من الزيت النباتي على نار عالية، مع 3 حبات من البصل قطعتهم بهاي الطريقة. عندي صدور الدجاج سلقتهم لحد ما وصلوا نص الاستواء، شلتهم من مية السلق وقطعتهم بهاي الطريقة ونزلتهم على البصل. بعطيهم تقليبة سريعة. الخطوة اللي بعد هيك راح أضيف معلقتين كبار من السماق، برجع بقلبهم مع بعض. أما من ناحية الخضار راح أضيف هون حبة واحدة من الفلفل الصفرا، وكمان برجع بقلبهم مع بعض. هون ممكن نهدي النار ونضيف نص كاسة من المي إذا حسيتوا إنه الدجاج بحاجة للمي، وبعدل الملح. البهارات ضفت معلقة كبيرة من الزعتر الأخضر، معلقة صغيرة من البابريكا الحارة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وآخر إشي راح أضيف كاسة من كريمة الطبخ. بهدي النار، بخليهم يتسبكوا 2 ل3 دقايق مع بعض على النار، بطفي النار. هيك عنا حشوة الدجاج صارت جاهزة. راح نرجع للفطائر. طلعتهم من الفرن، غطيتهم تقريبا 10 دقايق لحتى يوصلوا معي لهاي الطراوة. ما شاء الله، فطائر سريعة بدون تخمير، وطعمها ولا أروع، كأنها تخمرت وزيادة. شكلهم بكون مثل حبات البرجر الصغيرة. طبعا هون راح أفتحها بهاي الطريقة. ممكن كمان تعملوا حشوة أجبان، أو ممكن تعملوها بحشوة البيتزا. ممكن كتير حشوات تحشوها، مو شرط نفس الحشوة اللي عملتها. حشيتها بالخس والجزر والزيتون الأسود، وحشوة الدجاج اللي عملناها مع بعض. متأكدة كثير منكم راح يجربوها، كثير طعمها زاكي بتشهي بصراحة، ولا أروع من هيك. جربوها واعطونا رأيكم فيها. كمان كريمة الطبخ خطوة اختيارية، ممكن ما تضيفوها أبدا، بس هي بتعطي نكهة غير شكل لحشوة الدجاج. من أطيب الفطائر اللي عملتها بعجينة ذهبية، ما شاء الله ولا غلطة طعمها. جربوها وكثير راح تحبوها. وإذا عجبتكم الوصفة ادعموني باشتراك للقناة. وكانت معكم روان من قناة موهبتي، ومع السلامة.